خوتي خواتاتي، سلام الله عليكم. أزمة الغاز في العالم كتشغل الرأي العام نظرا لاقتراب فصل الشتاء وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. هذا الأمر اللي خلى أغلب الدول الاتحاد الأوروبي تشهد احتجاجات من مواطنيها. في هذا الفيديو غادي نشوفوا أكثر الدول المصدرة للغاز في العالم، وشنو هي استعمالات الغاز الطبيعي، وشنو هي أسباب هذه الأزمة، وما هي الحلول البديلة. خليكم معنا. كيتعتبر الغاز الطبيعي ثروة اقتصادية لأي دولة في العالم، كتساعدها في تحسين المستوى المعيشي لمواطني هذه الدول. وخير مثال هو دولة قطر اللي تعتبر أفضل دولة في العالم في الدخل الفردي للمواطنين، ومن أكثر الدول المنتجة للغاز في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت أكثر دولة مصدرة للغاز في سنة 2021 وفي النصف الأول من سنة 2022، وروسيا اللي تعتبر أكبر احتياطي للغاز في العالم، ودول كإيران والصين. وفي ترتيب العشر الأوائل في العالم جات 3 دول عربية: قطر والسعودية والجزائر. من أهم متطلبات المواطنين هو الغاز الطبيعي اللي كيتستعمل في كل النشاطات الحيوية، في الطبخ وفي التدفئة نظرا لبرودة الجو في أوروبا، وبزاف د المصانع كيستعملوه في تشغيل الآلات. وأهم شيء أنه كيتستعمل في توليد الكهرباء كبديل للفحم الحجري اللي كيتعتبر من الطاقات غير النظيفة. وكيتستعمل أيضا في صناعة البلاستيك والإسمنت وفي تحلية مياه البحار، إضافة لتفكيك مكونات النفط باستعماله. بل وصلوا عدد من شركات تصنيع السيارات لصناعة سيارات تسير بالغاز الطبيعي. أهم هذه الشركات شركة مرسيدس وفولفو تويوتا وفيات. ونظرا لكل هذه الاستعمالات قرر بوتين يستعمل الغاز كحصان على رقعة الشطرنج ضد الاتحاد الأوروبي، كعقاب على القرارات اللي اتخذها الاتحاد على روسيا، وخفض إمدادات الغاز عبر أنبوب نورد ستريم 1 كوسيلة للضغط حتى يتم التصديق على أنبوب نورد ستريم 2. هذه العملية اللي وقفها المستشار الألماني أولاف تشولز، كيف شفنا في فيديو الحرب الأوكرانية الروسية. قرارات فلاديمير بوتين سببت في خسارات كبيرة لدول غرب أوروبا، وزعزع اقتصادات دول عظمى كالمملكة المتحدة اللي أعلنت إفلاس 17 شركة بسبب ارتفاع سعر الغاز والكهرباء. وتواصل هذه الأزمة غادي يتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي لعديد الدول. وفي ظل تعنت بوتين بدأت أوروبا البحث على حلول بديلة وفتح مفاوضات مع دول أخرى قصد استيراد الغاز، وأبرز هذه الدول الجزائر وقطر والنرويج ونيجيريا، إضافة إلى الاعتماد على خط أنابيب تورك ستريم الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية عبر تركيا. وكل هذه الإجراءات والغرب غير مطمئن ولا يأمن غدر بوتين. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.